تفتكر الحاجات اللي انت مش عايز تشوفها في نفسك بتروح فين؟ او بمعنى اوضح وزي ما اتفقنا قبل كده ان كل واحد فينا جواه شوية شر وشوية مكر، شوية خوف وشوية طمع وشوية انانية على شوية جنون. في ناس عارفة ده ومعتبراه جزء من الطبيعة البشرية، لكنها مش بتختار، وبتختار بكامل ارادتها ووعيها انها ما تبقاش النسخة دي من نفسها. وفي ناس بتسيب نفسها لكل ده وتختار ان يكون مسلكها في الحياة. كل ما يزعجك في الآخرين يقودك إلى فهم نفسك. النهاردة هنخلص مع بعض كتاب في دايرة الرحلة لدكتور محمد طه، وهنتكلم عن آخر جزء فيه وهو الظل، المكان اللي احنا بنخبي فيه كل حاجة مش بنبينها في الواقع، وكل شعور وكل صفة جوانا سواء حلوة أو وحشة خبيناها بعيد عن العالم. زي ما اتفقنا ان كل واحد فينا بيختار يبقى ايه، كلنا فينا كل حاجة وعندنا قدرة على كل حاجة، بس احنا اللي بنختار احنا ايه. طيب الناس اللي مش عايزة تشوف ده في نفسها، اللي بتنكره وبتعتبره مش موجود جواهم اصلا، انا لا عمري كنت ولا يمكن اكون، مستحيل ابدا يبقى فيا اي قدر من الانانية، انا ابعد ما يمكن عن الطمع، انا اخر واحد في الدنيا ممكن يستهتر او يندفع. الناس دول بيودوا الحاجات دي فين؟ رغم ان هي موجودة زي ما قلنا كجزء من الطبيعة البشرية فيهم، اللي فيها الفجور وفيها التقوى، فيها الخير وفيها الشر. الحاجات دي كلها وغيرها بتتخزن في جزء من شخصيتنا اسمه الظل، شادو. ومن اسمه الظل هو الجانب الآخر منك، الجزء اللي مش باين، المختبئ، اللي محدش يعرف عنه حاجة. الظل موجود عندنا كلنا، جزء من تركيبتنا. وعلى فكرة مش لازم اللي متخزن في الظل يكون حاجات سيئة وشريرة، ممكن يكون موجود فيه الضعف الشديد اللي مستخبي ورا وش متجهم، الطيبة المتناهية اللي متدارية ورا قسوة وجمود، الحب الغاضب اللي اختفى ورا الكره الظاهر. عارف ايه تاني ممكن يكون موجود في ظلك، في الجزء المختبئ منك ده؟ كل اللي انت دفنته من نفسك الحقيقية اللي اتولدت بيها من زمان، واللي لما لقى ان الظروف والتربية والمجتمع مش مرحبين بوجوده زي ما هو، قرر ان هو يتوارى عن الانظار. تلقائيتك او شجاعتك او اختلافك، كل اللي انت شعرت منه بالعار قدام الناس في يوم من الايام، ووصلتك رسالة انه ما ينفعش يظهر منه. كل ما يتم تشويهه من رجولتك او كل ما يتم وقده من انوثتك. والمرعب اكتر هو اللي يحصل لما ما تعترفش بوجودها وتنكرها وتتعايل عليها. عارف مين هو اخطر محقق؟ هو اللي يكون جواه اخطر مجرم، لانه هيعرف يفكر زيه ويتوقع نواياه وحركاته ويقرأه بمنتهى الوضوح. واخطر مجرم هو اللي يكون جواه اشطر محقق، لانه برضه هيعرف يحط نفسه مكانه ويسبقه دايما بخطوه. ده بالظبط اللي كان بيقوله مشهد في فيلم هيت، كل واحد منهم هو ظل الاخر. افضل كوميديان دايما جواه اصعب مقاسي، واقرب صالح هو اللي شاف في نفسه فجور وقرر عدم الاستسلام ليه، واعظم عفيف هو اللي عرف قدرته على الانحراف وما استخدمهاش. لازم نعرف ان في جانب تاني منك مختبئ، وتؤمن انك مش ملاك ولا شيطان، وتصدق ان جواك الاتنين، وان ده المعنى الحقيقي لجهاد النفس. انك تبقى عارف انك قادر على الكذب بس تكون صادق، وتبقى متأكد انك تقدر تسرق بس تبقى امين، وتكتشف في نفسك مهارات المكر والخداع لكنك تصر انك تبقى واضح ومباشر. الشريف الحقيقي هو اللي يبقى قدامه الشرف والخيانة ويختار الشرف، والخلوق الحقيقي هو اللي يشوف نفسه الأخلاق والفساد ويختار الأخلاق، والطيب الحقيقي هو اللي يعرف عن نفسه الطيبة والجبروت ويختار الطيبة. اختيارات واعية وقرارات مسؤولة مبنية على رؤية وجهد، مش على إنكار واستسهال أو اضطرار وضغط. طب واللي ينكر وجود ظل ويتعالى عليه ويتصور إنه متنزه عن البشرية والإنسانية، لما تنكر وجود الجزء ده منك وما تتعاملش مع نفسك بكل تواضع على إنك بشر جواه كل حاجة، فممكن تبدأ في إسقاط الجزء ده على غيرك، وتعتقد إنه جاي من بره، من خارجك، من حد تاني، وتشوفه في حد تاني. ونظرية الإسقاط كنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. في واحدة من جلسات العلاج الجمعي، قائد الجلسة اقترح على أحد الحضور وقال له اقبل الحرامي اللي جواك. الراجل اتخض وبقى مش عارف يقول ايه أو يعمل ايه. المعالج قرر اقتراحه أكتر من مرة، مع ان الراجل ده كان شخص خلوق جدا وأمين جدا. بعد شوية المعالج وضح ان كلنا جوانا الحرامي ده، ولو مشوفناهوش وعرفنا انه موجود واخترنا بوعي ومسؤولية ان احنا ما نكونش ده،
فهو ممكن يظهر في أي سلوك عابر أو تصرف مفاجئ أو زلة غير محسوبة. لو ما شفتش الحرامي اللي جواك وقبلته، ممكن تكونه في يوم من الأيام. وزي ما وضحنا قبل كده، القبول غير الموافقة غير الاستسلام. انك تكون قابل حاجة انها موجودة، ده مش معناه انك موافق عليها، بس انت متقبل وعندك الوعي بوجودها. وزي ما في جانب بيشيل الصفات السيئة، في جانب مفيد للظل. من غير طاقة القتل ما كانش هيبقى فيه تصميم ولا إرادة ولا وصول لأي هدف. ومن غير لمحات الجنون ما كانش هيبقى فيه إبداع ولا اختلاف. ومن غير مهارات التمويه والمكر ما كانش هيفوز أي لاعب في أي لعبة تنافسية. ومن غير بعض الشك ما كانش في حد هيعرف يتقي شر عدوه ويحتاط ليه. ومن غير المرور على بعض الحزن مش هيكون للفرح أي طعم. ومن غير إحساسك بالعظمة أحيانا ما كنتش هتقدر تحط كل واحد في حجمه. عالم النفس البريطاني كيفن ديوتن في كتابه حكمة السايكوباسيين استعرض عددا من الدراسات اللي بحثت مدى انتشار بعض الصفات السايكوباسية في الناس العاديين بدرجات مختلفة، وازاي وجود الصفات دي بدرجة غير مرضية وبشكل غير مؤذي ممكن يكون عامل من عوامل النجاح في بعض المهن. المديرين التنفيذيين بيحتاجوا الصمود الشديد وسط الفوضى، والمحاميين بيحتاجوا جمود القلب والقدرة على المناورة، ورجال الإعلام بيحتاجوا الثبات أمام العيون والكاميرات. مندوبي البيع بيحتاجوا الجرأة وعدم الحرج والرغبة في جمع أكبر قدر من المال. والجراحين محتاجين أعصاب فولاذية ومناعة شديدة ضد الضغط العصبي. والصحفيين محتاجين مهارة جذب العقول. والطباخين محتاجين القدرة على الذبح والسلخ والتعامل مع السكاكين والنار والدم. كل الصفات دي موجودة في تركيبة الأشخاص السايكوباسيين، لكن بدرجات مرضية ومؤذية. بعض مقتطفات الكتاب ده نشرتها مجلة التايم في 21 مارس 2014. وكأنك تقدر تصنع من الظل ده مصل علاجي. من علامات اكتمال النضج انك تكون بني ادم ناضج بشكل مكتمل، انك تشوف ظلك ده وتتعرف عليه وتقبله، وممكن تروضه ان هو يكون حاجة بتساعدك في حياتك. تقبل الصفات الجنونية بدرجاتها وتحولها لحاجة مفيدة. رحلة النمو والتطور النفسي هي رحلة التعرف على الحاجات اللي انت ما تعرفهاش عن نفسك، الحاجات اللي مخفية جواك في ظلك، وانك تاخدها تاني بعد ما تواجهها. لو كان في كل قصة في بطل وشرير، ففي قصتك انت الاتنين. في جملة شهيرة للمرحوم دكتور أحمد خالد توفيق قال فيها: بدل من التطفل على خصوصيات الآخرين، حاول انك تتطفل على المناطق المظلمة في عقلك، تلك البقع التي لم تحظى بنعمة الفهم حتى الآن. وفي نهاية الحلقة، لو عايز ظلك يختفي سلط عليه النور. وانتهينا من كتاب في دايرة الرحلة لدكتور محمد طه. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.